خبر عاجل من مدينة بني ملال. الشرطة تستعمل سلاحها الوظيفي لتوقيف شخص هاجم أمه بعد منعها له للاعتداء على قاصر. إليكم التفاصيل. اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال مساء الأحد إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرض سلامة فتاة قاصر وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض. وكانت قاعة المواصلة بمدينة بني ملال قد تلقت إشعارا عبر الخط الهاتفي 19 من سيدة تتهم ابنها بتعريضها للخطر بعد منعه من إدخال فتاة قاصر تحت التهديد بالعنف لمسكن العائلة بغرض الاعتداء عليها جنسيا. وقد باشرت دورية للشرطة تدخلا فوريا بعين المكان من أجل توقيف المشتبه فيه، غير أنه واجهه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي مكن من تحرير الفتاة الضحية وضبط المعني بالأمر. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.